المؤتمرات الدولية بدأنا من برلين 1 و2 وباريس وروما وجنيف، لقاءات دولية كبيرة جدا وبرعاية الدولية وبرعاية الأمم المتحدة. 9 ممثلين للأمين العام للأمم المتحدة، آخرهم باتيلي الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي. كل هؤلاء لم ينجحوا في إيجاد حل عادل ومنصف ومستدام ونهائي للأزمة الليبية. كل هؤلاء لم ينجحوا. كل المؤتمرات الدولية لم تأتي بنتيجة نهائية وحاسمة لحل الأزمة الليبية. ما نؤكد عليه نحن في الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد أننا حكومة شرعية، حكومة قانونية، حكومة أخلاقية، حكومة شرعية، لأنها منتخبة من البرلمان الليبي الذي هو يمثل إرادة الليبيين جميعا. البرلمان أو مجلس النواب برئاسة المستشار عقيل صالح هو آخر جسم منتخب ويمثل إرادة الشعب الليبي، ونحن حكومة منبثقة عن كأي حكومة في العالم منبثقة من البرلمان. ولهذا ونحن نتواجد اليوم على 80%. اليوم للأسف هناك حكومتين، حكومة تتواجد في العاصمة طرابلس، هي جيء بها ما يسمى بالمجتمع الدولي. لعلمكم هذه الحكومة تم اختيارها من 38 شخص من أصل 75 شخصا، بينما نحن حكومة ممثلة منتخبة من البرلمان 200 نائب نمثل الأمة الليبية، الأمة الليبية بكل تنوعاتها، الأمازيغ والتبو والطوارق والأهالي والعرب. كل هذه الإثنيات نمثل نسيجا مجتمعيا واحدا اسمه الأمة الليبية. بينما الحكومة الأخرى كما قلت جيء بها من 38 شخص من أصل 75، وأعطيت لها مهمة واحدة، هي أن تشرف على إجراء انتخابات في نهاية ديسمبر 2021 تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال في 24 ديسمبر من كل عام. هي تشرف على الانتخابات وأيضا تقدم الخدمات فقط ولا تبرم اتفاقيات. الذي حصل أن هذه الحكومة نصبت نفسها وكأنها حكومة منتخبة. هذه الحكومة رئيس حكومتها عطل ساهم في تعطيل الانتخابات بدخوله لمعركة الانتخابات الرئاسية اللي كانت مفترض أن تكون في 24 ديسمبر 2021، انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. ترشح للانتخابات الرئاسية حوالي 90 واحد، ترشح للانتخابات البرلمانية حوالي 5000 شخص، عدد الذين استلموا البطاقات حوالي 2 مليون و800 ألف شخص. أنا بالمناسبة كنت أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية ودخلت في مدينة بنغازي، نفس المدينة التي قدم ترشيحه فيها المشير خليفة حفتر، ونفس المدينة التي قدم فيها المستشار عقيل صالح رئيس البرلمان ترشيحه فيها. لم نتعرض لأي مضايقات. عقدنا مؤتمرنا العام في الفندق، أكثر من 1000 مشارك، وتم اقتراحي أن نكون أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. لكن هذه الانتخابات تعطلت بسبب دخول ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، لأن أعطيت لها صلاحية سنة واحدة لكنها تعنتت ولا تزال تغتصب السلطة، لا تزال تستمر في اغتصاب السلطة على الرغم من أنها لا تسيطر على أكثر من 20%. نحن اليوم نتواجد في الحكومة الليبية على أكثر من 80% من التراب الليبي، على بعد 40 كيلومتر من العاصمة طرابلس. البلديات هي تابعة للحكومة الليبية المنتخبة البرلمان. نحن لسنا ضد أحد، نحن مع وحدة ليبيا، نحن مع مصالحة وطنية شاملة، نحن لسنا من دعاة حرب، نحن دعاة سلام، ونحن نؤمن بأن حكومتنا تدعو للسلام. السلام يصنعه الشجعان، السلام يصنع بالتنمية ويصنع بعدم التهميش، لأن أحد مشاكل الأساسية التي تعانيها ليبيا هي وجود مركز وطاف ومركزية مقيتة، وهناك لا يوجد توزيع عادل للثروات. يديدا يجب أن يكون دولة القانون والمؤسسات وليس المناطقية أو الجهوية أو هذه المدينة أو هذه القبيلة أو تلك. نحن نريد أن ننتصر لليبيا جميعا. لا يجب أن يكون هناك مهزوم في ليبيا الجديدة. ليبيا الجديدة التي يساهم فيها كل الليبيين، ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات، ليبيا الجديدة دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان. مع الإعلام المغربي لكي يطلع على آخر مستجدات الأزمة الليبية على المستوى العالي، على مستوى جلالة الملك. هناك اهتمام كبير وخاص بالأزمة الليبية، ولكن نريد أن المواطن المغربي والحكومة والإعلام المغربي أن يكون على صورة آخر مستجدات الأزمة الليبية ومستقبل ليبيا الذي نريده، مستقبل سلام، مستقبل ديمقراطية، ومستقبل فضاء المغاربي الواحد الذي تكون تنمية الشعوب المغاربية لمصلحة الشعوب المغاربية، والتفاوض كإطار
إطار مغاربي مع الآخرين ككتلة واحدة، كتلة قوية اقتصادية، ونريد تجاوز الأزمات. نحن نعيش أزمات ليست واجبة بين أطراف المغاربية. معركتنا يجب أن تكون معركة التنمية، ومعركة المواطن المغاربي والشعب المغاربي الواحد، ومعركة التقدم، ومعركة فتح الحدود وفتح المسارات، وأن يكون الفضاء المغاربي فضاء للتعاون وفضاء للعمل المشترك وفضاء لحركة البضائع وفضاء للحريات الأربعة، التملك والإقامة والتنقل، والحريات الأربعة التي تحدث عنها الاتحاد المغاربي. نريد للتكامل الاقتصادي المغاربي أن يكون على مستوى. للأسف التعاون الاقتصادي ضعيف جدا، حجم التجارة البينية ضعيفة جدا. نريد للتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي، التعاون التنموي المغاربي، التعاون الوزير ذكرتم الأيادي البيضاء للمغرب، كيف؟ طبعا المغرب على الدوام كانت أيديه بيضاء، لأن المغرب كان يجمع الأطراف الليبية ويريد الأطراف الليبية أن تلتقي ويحاول بناء الثقة بين الأطراف الليبية. ما نحتاجه